طيب نروح بقى للعيبه. بص سبحان الله، يعني امبارح لسه كنت بتكلم وقلت يا جماعه محمد علي بن رمضان في وجهه نظري هو المكسب الاول والاهم للاهلي من هذه البطوله. محمد علي بن رمضان يا جماعه، لا يعني برنس، بصراحه برنس برنس برنس، يعني لا لعيب جامد قوي 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 قوي. من اول لقاء باتشوكا الودي اللي هو على فكره حتى كان لسه مش جاهز بنسبه 100%، الى لقاء بورتو 4 لقاءات، 1 ودي و3 رسميين. يا جماعه الجمال ده، ايه الجمدان ده؟ يعني محمد بن جمدان، مش محمد بن رمضان، ده محمد بن جمدان. جامد قوي، جامد قوي 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 قوي، لعيب جامد وشخصيه جامده. وجاب جول امبارح فوق العظمه بشويتين، جول حلو قوي 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 قوي، تكنيك ورؤيه وقوه وزاويه زاويه مستحيله بتكنيك عالمي، تكنيك لعيب عالمي. ومش عشان الجول، تشوف اداؤه على مستوى الاربع ماتشات، ده مش لعيب لسه جاي الاهلي، ده لعيب تحسه اكنه موجود في الاهلي بقاله 10 سنين. وبعدين تحسه هادي، حتى في تصريحاته اللي بشوفها له قبل الماتشات بعد الماتشات، هادي راسي رايق، محترم كبير كده، تحس ان هو عنده شخصيه كده في كلامه، مش ما عندوش كلام اللي هو الحلمنتيشي ده اللي هو كلمتين من هنا على كلمتين من هنا لا بيتكلم كلام، لا راجل موزون، عارف ايه اللي بيطلع من لسانه وبيقوله. تمام. على مستوى الملعب شخصيه، تحت اي ضغط تحسك الدنيا سهله، مفيش، عادي الدنيا بسيطه. ويلعب فرق جامده، بتلعب بالميراس وبتلعب انتر ميامي وبتلعب بورتو، عادي جدا. تحت الضغط هو المتنفس لفرقته، هو اللي بيدي الراحه والاريحيه لخط وسطه. عنده رؤيه في الملعب، عنده شخصيه في الملعب. انه وايه معنى الشخصيه؟ ان انت ازاي تطلع احسن نسخه ليك تحت اصعب الظروف. بتلعب فرقه جامده، هطلع احسن نسخه مني. تحت ضغوط والاستاد متقفل، هطلع احسن نسخه مني. ما بتاثرش بالظروف اللي حواليا مهما كانت صعبه، وبطلع احسن نسخه مني. مش بطلع نار من بقي وسط الفرق التعبانه والمتوسطه، واجي قدام الفرق الكبيره والماتشات الحماسيه والماتشات المضغوطه وتلاقيني بستخبى. لا، ده هو اللي بيظهر لزمايله، هو اللي بيبقى المتنفس لزمايله وقت الضغط. عنده رؤيه غير طبيعيه. محمد بن جمدان، محمد بن رمضان، الصفقه الاهم حتى الان التي ابرمها الاهلي في الانتقالات الصيفيه الاخيره، انتقالات كاس العالم للانديه. صفقه مش من العيار التقيل، صفقه من العيار فوق التقيل بشويتين ثلاثه. صفقه مهمه جدا 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 كسبها الاهلي. وانا بقول لكم الاهلي بخط وسط مكون من محمد بن رمضان وامام عاشور، مفيش خط وسط انا شايفه في افريقيا ولا في مصر يعرف يقف قدامهم. لان خلي بالك الاهلي لو بيلعب بتحفظ دفاعي باثنين يمكن يميل عليهم الدفاعيه شويه، زي مثلا حمدي ومروان ومعاهم بن رمضان او معاهم امام في لقاء كاس العالم للانديه، عشان هو بيقابل مستويات اعلى بكتير من اللي هيقابلها في افريقيا وفي مصر. لكن في ماتشات في افريقيا وفي مصر ونزل بمروان دفاعيا، او مثلا حمدي او ديانج اللي لسه هاجي اتكلم عنه، وقدامه امام عاشور ومحمد بن رمضان، ابو مين ده اللي يقف قدامهم؟ يعني لا، خط وسط لو في احسن نسخه ليهم، لا لا لا، خط وسط مش طبيعي، خط وسط منتخب، يعني مش خط وسط، يعني خط وسط ينايم افريقيا من المغرب يعني. بالاداء اللي انا شايفه اللي فنش بيه امام، ربنا يرجعه بالسلامه، الموسم اللي فات واللي عليه دلوقتي رمضان، واللي لسه على فكره خلي بالكم يا جماعه برضه، انا بس بقى كده على نقطه، بن رمضان لسه مش جاهز بنسبه 100%، ده كده وهو مش جاهز بنسبه 100%. فمحمد علي بن رمضان يا جماعه، لا صفقه تقيله 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 من هنا لغايه بكره الصبح. طيب ده بن رمضان.